صباح الخير حبايبي الغاليين والمتابعين اللي بيشوفوني دلوقتي او بيسمعوني. بقول لكم صباح سعيد ان شاء الله لبداية يوم جديد وبداية سعيدة عليكم وعلينا يا رب العالمين. اللهم اكفينا شر ما في هذا اليوم وارزقنا خير ما فيه، اللهم امين. نبتدي اليوم بتاعنا بتفاؤل وابتسامة امل، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ان شاء الله النهارده وصفتنا سهله وبسيطه جدا ومش تاخد معاكي اي وقت والنتيجه مضمونه، والمقادير كلها عندك في البيت. هتلاقي كل حاجه موجوده عندك، حاجات بسيطه جدا مش محتاجه ان انت تفكري او تشيلي هم المقادير. والتسويه مش اسهل من كده، وصدقيني الخطوات هتشوفيها معايا وهتتابعيها. كل حاجه قدامك، مش هتحسي باي ملل وانت بتعملي حاجه زي كده. هتعملي شويه قرص بالسمسم والسكر، حاجه عظمه تمشي معاكي فطار مع كوبايه شاي كده بحليب على الصبح، تعدل الدماغ وبألف هنا وشفا. هنصلي على رسول الله وهنبدأ المقادير بتاعتنا. انا هنا استخدمت مج ونص من الميه الفتره، ميه من الحنفيه ان احنا في الصيف، انما لو في الشتاء هتدفي الميه، حاجه بسيطه جدا. واستخدمت معاها ربع كوبايه من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ورشه من الملح، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وهحضر الدقيق بتاعي. لو هتستخدمي مج بايد ازاز يبقى كفايه مج واحد بس. وهنا كمان اما بستخدم حاجه للمقادير بوحد المقدار بتاعي بنفس الكوبايه اللي بتستخدمي بيها في كل مره. فانا هنا هستخدم، هنا هحط 6 كوبايات من الدقيق او 6 مجات من الدقيق. المج ده صغير بيعادل بالظبط 600 جرام دقيق، يعني نص كيلو وعليه 100 جرام. عشان انا بقولك المقادير بالجرام وبقولك المقادير بالكيلو لو حابه تحطي كيلو بس. ونزلت عليه بالخميره بتاعتنا وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما الدقيق شرب كل الميه بتاعتنا وتماسك مع بعض. انا مش بعجن في البدايه عجن كلي، انا بعجن بس عجن جزء، ان انا بس بطر الدقيق بالميه واشربه الميه بتاعتنا كلها. وبعد كده هنزل عليه واحده واحده لحد ما يتماسك خالص، وهنعجن عجن كلي. انا كده لميت الدقيق بالميه زي ما احنا شايفين. هنزل عليها بربع كوبايه من الزيت وهسيبها شويه، حاجه بسيطه جدا تستريح، وهرجع اعجنها تاني. وهبدأ اني اعجن فيها، اقربها كل الزيت اللي موجود على العجينة من فوق. هتلمي معاكي وهتلاقيها نعمت وطريت خالص، وده الملمس اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعة، العجينة كل ما بتتك عليها تطرى معاكي، بتشرب من الزيت وبتنعم في ايدك، وهو ده الملمس اللي احنا عايزينه، النعومة والطريان. كده عجينتنا خلاص خلصت، هلمها كلها عندنا في البولة وهغطيها لمدة من 25 ل30 دقيقة. انت هتلاقي حجمها تضاعف، تعرفي ان هي كده تمام، بقت خمرة الخام اللي انت عايزاه. وبعوز وشها شوية من الزيت علشان لما تخمر ما تلزقش في الكيس اللي انت مغطيه بيه. يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش في صباح جميل كده بكومنت حلو يبدأ يومنا بالتفاؤل، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ده شكل العجينة بتاعتنا بعد نص ساعة بالظبط. بسم الله ما شاء الله، نافشة جدا وكلها تهوية كده. العجينة ناجحة بتمط معاكي بالظبط، بسم الله ما شاء الله كده. شايفة زي ما انتوا شايفين، انت كده وصلتي للملمس اللي احنا عايزينه. طالما العجينة ناجحة بالشكل ده تعرفي ان القرص عندك هتبقى ناجحة جدا. هبدأ امسكها اكورها، بس مش هخرج منها كل الهواء، يعني مش هتك عليها قوي، واقسمها لجزئين، وهسيبها برضو تستريح شوية. يعني حاولي كل ما تريحي العجينة بين قطعة وقطعة بتديكي احسن شكل، احسن في التخمير. وهنا همسك اقطعها على حسب الدوائر بتاعتنا. انت عايزه القرص حجمها كبير ولا عايزه حجمها صغير؟ انا هنا عاجبه حجمها متوسط، مش عايزه حجم كبير قوي ولا صغير قوي. بفرد العجينه بتاعتنا وبقسمها بالسكينه. لو عندك قطعه عجين استخدميها، حابه تقطعيها كور صغيره، لو انت بتعرفي تسيطري على الكور وتطلعيها كلها حجم واحد استخدمي الطريقه اللي تحبيها. بص حجم العجينه بتاعتنا بتاع نص سنتي، ما تكونش رفيعه قوي، لازم يكون سمكها تخين عشان تطلع معاكي الكوره او العجينه بتاعتك مظبوطه، القرصه مظبوطه، ما تبقاش خفيفه وضعيفه. قسمت اول دايره عندنا زي ما احنا شايفينها كده، وحولتها لكور صغيره. هوريكم ازاي، كانك بتقرصيها بالظبط. بتلميها كلها على بعضها كده وتلفيها لفه بسيطه جدا وتكوريها وتسيبيها. انا دي تاني كوره، تاني عجينه، يعني انا خلصت الاولانيه وصورت لكم التانيه عشان الوقت. انا خلصت كده كل الكميه اللي عندي، ولازم تروش تحتها دقيقه عشان ما تلزقش منك اما تيجي تخمر. وهسيبها تستريح شويه، قبل ما تستريح شويه هحضر الحشو بتاعنا. انا استخدمت هنا نص كوبايه من السكر، وعليها معلقه صغيره من الدقيق، وعليها معلقه من القرفه. والقرفه هنا اختياريه، بس بصراحه بتخلي القرص طعمها حلو جدا. اما بالنسبه للناس اللي ما بتحبش القرفه ما تستخدموهاش خالص في الوصفه دي.
تاني حاجة هحضرها عندي السمسم. السمسم عندي انا منقياه كويس جدا، هو ني ما حمصتوش، لان هو طبيعي هيتحمص لما بتدخلي القرص الفرن. لو انتي حطيتيه متحمص جاهز هيتحرق منك وهيمرر القرصة بتاعتك، فعشان كده بنحطه ني. تالت حاجة وهي اهم خطوة، اللون اللي بتديه القرصة من فوق. انا هنا استخدمت نص، مش نص يعني، معلقة كبيرة من العسل وعليها 3 معالق لبن، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. تقدري تستخدمي لبن بس، تقدري تستخدمي عسل بس وتخففيه بميه. انا حطيت اللبن على العسل عشان اخفف العسل ما يبقاش تقيل ويلزق منك، لازم تخففيه عشان خاطر تعرفي تعوسيه، عشان لما تحطيها في السمسم السمسم يمسك معاكي. وفي الحالتين بتطلع الوش بتاعها حلو جدا. وبعد كده هبدأ اجيب، طبعا بعد العجينة عندي مرتاحين، بفردها كده على ايدي، بترش رشة من الدقيق وتفردي كورة كورة، وبحط فيها معلقة الحشو بتاعنا السكر بالقرفة بالدقيق، وبلمها كلها من فوق بس. وانتي بتلميها ما تتكيش عليها قوي، حاولي تخلي تملي السمك التخين من تحت. وبعد كده هنزلها زي ما احنا شايفين في العسل او في اللبن، وهحطها في السمسم وهحطها في الصاج بتاعي. انا كده خلصت اول خطوه. همشي بكل القرص بنفس الطريقه دي، هفردها فرده بسيطه كده الاول بايدي كده مرسم الشيبه، واحط فيها معلقه السكر، وبعد كده انزلها في قلب العسل، وبعد كده هنزلها في قلب السمسم. تقدري لو انت مش عارفه تمسكيها او هتقع منك او هتتزحلق، بلاش الطريقه ديت، رصيها كلها في الصاج، وبعد كده امشي عليها بالفرشه بالعسل وانزلي عليها بالسمسم. اللي يريحك في الطريقتين اعمليها، بس انا عشان بسلسل الخطوات باخدها كلها مره واحده. وده شكلها بعد ما خلصت كل الكميه اللي عندي. انا عملت كام واحده ساده، ما حطيتهمش سكر، وما حطيتش على الوش اي سمسم، لان انا عندي مش كل الولاد بيحبوا السمسم وموضوع السكر ده. وطبيعي هي نفسها العجينه نفسها مسكره، عشان انت حاطه في الاول نص كوبايه ربع كوبايه من السكر. وده شكلها بعد التخمير. انا سبتها قعدت بصراحه من 25 ل 40 دقيقه، سبتها براحتها خالص لحد لما جبت اخرها في الخمير. ده الشكل النهائي. هتبصي تلاقي القرص حجمها تضاعف جدا وبقت هشه جدا وجاهزه للتسويه. بالنسبه للتسويه، اول حاجه هتشغلي الفرن على حراره 220 لحد الفرن ما يسخن قوي، وبعد كده توطيه على 180. هحطها الاول في الفرن من تحت لحد لما تحسي انها استوت معاكي، بيبان على شكل العجين بتاعتك او شكل القرصه انها استوت، وبتشم ريحه العجين وهو في الفرن او ريحه القرص. وبعد كده هحطها ارفعها على الشوايه ووطي النار عليها جدا. وده شكلها بعد ما استوت. انا اول ما بتطلع من الفرن بديها بخه من الميه عشان تخلي الوش فيه لمعه زي ما احنا شايفين كده، وطريان الميه تبقى طريان العجين. وبعد كده بغطيها لمده 10 دقايق تحتفظ بالسخونيه بتاعتها لحد ما تهدى خالص تبرد خالص، وبعد كده تقدميها. اي معجنات يفضل ان انت تغطيها بعد ما تطلع من الفرن، الخطوه دي مهمه. وده شكل القرص بتاعتنا بالهنا والشفا. بص ده السكر بتاعنا سايح ازاي ومش ملزق ومش معجن القرصه من جوه. ما شاء الله حاجه تفتح النفس، ومن ورا واخده اللون الذهبي ومن جوه بسم الله ما شاء الله. وبألف هنا والشفا. يا ريت تشجعونا باللايك والدعوه الحلوه.